ازاي ادخل كلية تجارة؟ انا حد شاطر جدا، دماغي في البيزنس، قادر اصلا اعمل بيزنس من وانا صغير، بس مش حابب ادرس كتير او اذاكر كتير. قدامي عشان ادخل كلية تجارة حل من اتنين. اول حاجة عن طريق الثانوي العام وعن طريق الثانوي التجاري. عن طريق الثانوي العام انا بجيب المجموع بتاع كلية تجارة وبدخل ادرس فيها عادي جدا. خد بالك ان كلية تجارة بقت بتاخد اعلى من اداب وحقوق. ما جبتش مجموع في ثانويه عامه فبدخل معهد فني تجاري نظام السنتين، وبعدها بعمل معادله اسمها معادله معاهد، وبدخل بعد كده كليه تجاره. ما دخلتش ثانوي عام من البدايه، بدخلت ثانوي تجاري. اعمل ايه بعد ما دخلت الثانوي التجاري؟ دلوقتي انا عندي حل من اتنين. انا هدرس 3 سنوات وهشد حيلي كده واذاكر كويس جدا، وبعد كده هكون جبت 70% فاقدر اعمل معادله اسمها معادله دبلوم. ما جبتش 70% ودخلت معهد فني تجاري، فكده هعمل معادلة تانية اسمها معادلة معاهد. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مسابقة بتمنحها وزارة التعليم الفني. الطلبة فيها يدرسوا مجموعة من المواد علشان يقدروا ان هم يتأهلوا لدخول كلية تجارة. الطالب الدبلوم بيدخل على بعد المعادلة دي بيدخل على سنة أولى. طالب دبلومة المعاهد اللي بيدخل المعهد سنتين بيدخل على سنة تانية. طيب ايه المواد اللي بيدرسها في المسابقة دي او المعادلة دي؟ اول حاجة في المعادلة بتاعة الدبلوم بيدرس ايه؟ بيدرس مواد انجليزي وفرنساوي وجغرافيا ورياضة. طيب معادلة المعاهد بيدرس مالية ورياضة وإدارة أعمال ودراسات تجارية باللغة الإنجليزية، بتشمل حاجة من اتنين، يا أكاونتنج يا مانجمنت. الدراسة دي بتكون في شهر أغسطس والامتحان في شهر سبتمبر، ولازم تكون من أماكن موثوقة وجهة معتمدة، وبتعتمد على ان الطالب بيتعلم لوحده سيلف educated. ازاي؟ ان هو بيجيب المناهج دي ويدرسها، ويفضل ان هو لو يعني بيفكر انه يدخلها كمان سنتين يبدأ يذاكرها من البداية. لو هو في سنة تالتة مثلا يذاكرها من سنة تانية، او يفضل من سنة اولى. المناهج مش بتتغير لكن بيبقى فيها تعديلات بسيطة، ويجيب المناهج بتاعتهم ويحل امتحانات سابقة. سد ودانك عن اي حد بيقول ان دي حاجة صعبة وما تقدرش عليها، بالعكس انت قدرت وغيرك قدروا فيها. طيب هو لو مكان واحد بس متاح في المسابقة دي انا احبط؟ لا بالعكس، طب ما بتوفيق ربنا ممكن يكون المكان ده بتاعي. فلازم دايما احسن من نفسي حتى لو انت بنت ومش في دماغك الشغل او كده. دلوقتي تقديم الطلبة في المدارس بيحتاج ان هم يقولوا وظيفة او مستوى تعليم الام، فبلاش يبقى مستوى تعليمك في المدرسة أقل من مستوى تعليم أمهات أصحاب ابنك. فحسني من نفسك عشان الأجيال اللي جاية. بالتوفيق، ربنا معاك. أنا ميرنا جرجس، معلم أول علم نفس واجتماع. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي حابين نتكلم فيها أو تسألوا عليها، وروحوا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب على القناة.